كده احنا خلصنا سلطة المسقعة، وده الشكل النهائي بتاعنا. وبألف هنا وشفا ليكم. يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. النهارده هنعمل مع بعض سلطة المسقعة في مطبخ فاطمة. هنعمل سلطة المسقعة. المقادير قدامي بسيطة زي ما هنشوفها مع بعض، بس بفكركم قبل المقادير باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. المقادير عندي: جبت بتنجان رومي، قشرته وقطعته تخين كده انا قصده، تمام. طبعا اتاكد ان هو مش مبذر، وحطاه في ميه وملح من فتره علشان ما يشربش زيت، وفي نفس الوقت ينزل اي لون غامق فيه. وعندي فلفل رومي حطاه غسلاه ومنضفاه، وجبت فلفلايه الوان. ولو عايزه تحطي فلفل حامي براحتك طبعا، بس انا مش هحط فلفل حامي، انا هحط شطه. ده اول حاجه في المقادير. شويه التوابل الجميله والبهارات اللي عندي شطه وكزبره وكمون، توم بودره وبصل بودره وملح ومكعب خضروات، كيسين صلصه، ومعلقتين كبار توم مدقوق. اول حاجه هعملها، انا صفيت البتنجان كويس قوي وعصرته من ميته. هقطع البتنجان بالشكل ده، مكعبات. طبعا في ناس ممكن تعمله بقشره عادي او تخلي فيه شويه قشر، بيبقى يعني طعمه كويس زي المطاعم كده، بس انا بحب اقشره. عايزه اقول لكم اكله تحفه وسريعه، وانا بالنسبه لي اخف من المسقعه بكتير، وتنفع جنب اي اكل كمان. كده البتنجان عندي اتقطع مكعبات زي ما احنا شايفين. هبدا اقطع الفلفل، وهخلي البتنجان دلوقتي على جنب شويه. برضو الفلفل خلوا بالكم هقطعه تخين، قطع كبيره كده زي ما احنا شايفين، عشان لما يتشوح ما يتهريش مني، يبقى قطعه لما اجي اكله ما يبقاش مهري او تبقى عامله كلها زي الصوص. طبعا الكميات دي بتبقى على حسب ما انتي حابه، عايزه الفلفل اكتر، عايزه البتنجان اكتر، مش عايزه تحطي فلفل الوان. انا بحط الفلفل الالوان علشان بيدي طعم كده لطيف في الاكل، وفي نفس الوقت قيمه غذائيه عاليه، غير ان طبعا كلون في طبق التقديم، سواء بتاكليه انتي والولاد او بتقدميه لحد، بيبقى لطيف. نجيب الفلفل الالوان زي ما احنا شايفين، انا مش هعمل منه كتير عشان لو كتر قوي هيسكر الاكل. يا سلام بقى لو الشطه، لو حطوا الفلفل، قرون الفلفل دي يقطعوها برضو ترانشات كده في وسط الحاجه. طبعا عشان الولاد مش بقدر اعمل ده. يلا بينا. فكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. رجعنا تاني للبتنجان بتاعنا. في كذا طريقه للبتنجان، اما تقليه في الزيت عادي جدا زي البتنجان العادي، اما نحطه في الفرن بسنه زيت عشان ما يشربش زيت كتير، اما الطريقه اللي هعملها دلوقتي ان انا هعمل بالفرشه على طاسه فوق البوتاجاز بالزيت، زي ما تكوني بتشوحي حاجه، واقوم حاطه فيه البتنجان ومقلباه عشان يبدا يدبل ويدبل. ودي بتبقى بالنسبه لي اسرع طريقه واحسن طريقه صحيه عشان ما يشربش زيت. يلا بينا نحطه في الطاسه. الزيت اهو سنه يا دوبك، بس اللي هو ما تلزقش الحاجه في الطاسه. هوزعها عليها كده، ممكن كمان تقللي زيت سنه لو عايزه. هستنى ثواني بس كده انه الزيت يسخن معايا، وهنزل بالبتنجان واقلب بتاعي. نديله فرصه ان هو يسخن من تحت، وبعدين نقلب تاني. بدا يدبل اهو خالص زي ما احنا شايفين، وفي اجزاء بدات تاخد لون معايا.
هنا اللون بدأ يبان. مش هستعجل عليها الكيس برضو شويه عشان يبقى فيه سن التشويحه، ما يبقاش زي الني لما يتحط عليه بقيه المكونات. عايزه اقول لكم بقى ان الاكل اللي تنفع جنب اي اكل في الدنيا ممكن تتخيليه. وعلى فكره من ضمن المميزات المهمه ان هي لو قعدت في علبه في الثلاجه اسبوع كامل ولا اي حاجه، مش هيجرى اي حاجه. هنرجعه مكانه تاني مؤقتا لغايه ما نرجعه. يلا بينا. خلاص احنا كده هنسيبه يتهوى شويه عقبال ما اعمل بقيه الدقه بتاعته. يلا بينا نكمل. بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. يلا بينا نكمل بقيه المسقعه بتاعتنا والسلطه بتاعتنا. في نفس الطاسه بتاعتنا هننزل بزيت شويه كويسين عشان نقدر نعمل فيهم الفلفل والثوم بتاعنا. اول ما الزيت يتقدح هقوم نازله بالفلفل اللي انا مقطعاه، وخلي بالنا ننزل بالفلفل الاول مش بالثوم. الفلفل بدأ يدبل عندنا اهو زي ما احنا شايفين. هنزل بالثوم بتاعي بالتقليبه. طبعا بنزل الاول بالفلفل وبعدها الثوم مش العكس زي ما قلت لكم، عشان لو نزلت الثوم الاول ممكن يتحرق مني ويمرر. كده هو خلاص اخد اللون مع الفلفل زي ما احنا شايفين اهو. ونازله بالصلصه بتاعتي. كده انا نزلت بكيسين صلصه فوق شويه التوابل بتاعتي بقى. مكعب الخضروات هجيب شويه خل صغيرين واحطهم على كل الكلام دون، وده يمكن نسينا نقوله في الاول مع المكونات. شويه صغيرين قوي. نزودهم سنه ميه. نجيب كل ده هقفل على الكلام دون، بس قبل ما اقفل احط سنة السكر بتاعتنا عشان الحموضة زي ما متعودين في اي حاجة فيها صلصة او طماطم. كده هناكل عشان ما يبقاش الموضوع قلب بنسبك. قفلنا كده على الكلام ده كله. بتنجاننا اللي كنا راكنين ننزل بيه. نخلي بالنا احنا نزلنا بيه بعد ما قفلنا البوتاجاز. تقليبه كويسه قوي. احلى سلطه مسقعه وبالف هنا وشفا ليكم. كده احنا خلصنا سلطه المسقعه، وده الشكل النهائي بتاعنا، وبالف هنا وشفا ليكم. طبعا زي ما قلنا من اهم ميزاتها ان احنا ممكن نحطها في علبه في الثلاجه تقعد ان شاء الله اسبوع ولا يجرى لها اي حاجه.
جنب الاكل. وعلى فكره لو حابين تعملوها ان هي وجبه تاكلوها بعيش كده ما تبقاش سلطه، ممكن تدخلوها الفرن تاخد بس الشوايه تدي الوش بتاعها لون. وبألف هنا وشفا. مستنيه تعليقاتكم ومستنيه اقتراحاتكم زي ما معوديني. ما ننساش اللايك والسبسكرايب ودوسوا على الجرس. ألف هنا وشفا ليكم.